ما ينفعش احط 5 6 اعشاب على زيت واحد واقول دي تركيبه، لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه العشاب الصغير وحل الشغل العطارين. النهارده نعمل الحلقه الثانيه من سلسله حلقات اللي هنتمنى من الله ان شاء الله تستمر، تصنع دواءك بنفسك او تصنع غذائك بنفسك. احنا كنا سيحنا دهن النعام الحلقه اللي فاتت على النار، وقرب معايا كده وطلع معانا الكميه دي. هو ما بيطلعش رطش كتير، يعني دول كانوا حوالي 5 كيلو ونص، طلعوا 5 لتر دهن نعام وشويه فتات كده صغيرين. علشان الدهن النعام يستمر معايا بنحط له حاجه اسمها سيروبات بوتاسيوم، دي ماده مصرح بيها. اللتر او الكيلو بياخد من جرام ل 2 جرام، بيتضاف عليه وهو لسه على النار بيسيح ومفيش اي حاجه. ده يقعد معايا سنه 2 3 ما يجرالوش اي حاجه. طيب انا عندي شقين. الشق الاول لو انا هستخدم زيوت بنقول عليها اللي هي اسينشال اويل او البويل اويل، اللي احنا اصلا المفروض ان هي تكون دي، اللي هي زي زيت النعناع، زيت المرمريه، زيت الكافور، زيت الاوكلابتوس. كل الزيوت دي زيوت طياره، فبستخدم منها نسبه قليله وبخفها بزيت تاني، بزيت حامي اللي هو زيت اللوز، زيت السمسم، زيت الزيتون، واخففها. لو هستخدمها مباشر باخد 1% منها بس، باخد 10% منها بس، وال90% بيبقى زيوت كاري. طب احنا علشان نخلص من النقطه دي نجيب الزيوت من عند العطار، بس يكون من مكان واثقين فيه. المكان اللي واثقين فيه باخد لكل كيلو زيت 200 جرام زيت. خلينا شغالين بالملي عشان يبقى احنا كلامنا مظبوط. لكل لتر 200 ملي زيت. طيب انا عملت زيوت تانية اللي هي الزيوت اللي هي منقوعه في اعشاب، لان يعني التكلفه ممكن ما توفيش الناس كلها، فبالتالي احنا ممكن نعملها كعطارين، نعملها عندنا في البيت. او 100 جرام حلبه، 150 جرام حلبه، واقعهم في ربع كيلو زيت زيتون لمده شهر، وبعد كده اصفيه واخد الزيت بتاعه. ده كده بقى زيت حلبه، بس دي درجه لا تتخطى 30% تركيز. ده غير طبعا يختلف كليا وجزئيا عن المعصور. بجمع انا مجموعه الزيوت دي على بعضها، زيت حلبه، زيت حب رشاد، النعناع، الكافور، الاوكلابتوس، كل الكلام ده بجمعه على بعضه واحطه في تركيبه واحده واحطه على دهن النعام. ما ينفعش احط 5 6 اعشاب على زيت واحد واقول دي تركيبه، لا. انا اجمع الزيوت بالاعشاب بره، كل عشبه كل زيت، وارجع اجمع الزيوت بعد ما اخدهم اجمعهم كلهم على بعض وارجع احطهم على دهن النعام. انت حطيت زيت ايه؟ احنا حاطين زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، زيت النعناع والكافور والمرمريه والبردقوش، ومجموعه الزيوت اللي هي ناتجه عن الاعشاب دي، اللي هو حبه البركه، الروزماري، والحلبه، وحب الرشاد. كل دي الزيوت دي احنا حطيناها على دهن النعام زي ما قلنا. لكل لتر 200 مللي، 250 بالشكل ده. اصفي دي كده خالص اهو. تصفى بقى مع نفسها، واعبيها في عبوات صغيره وادخلها فريزر او ماده تكون درجه الحراره بتاعتها اقل من 15 17 درجه علشان تجمد، وبعد كده انزلها السوق. بكده نكون خلصنا الجزء الثاني من كيفيه صناعه دهن النعام وصناعه اصنع غذائك في بيتك، او اصنع غذائك بنفسك، اصنع دواءك بنفسك. المفروض ان هي تكون سلسله متكامله ان شاء الله تعالى، سواء علاجيه او غذائيه. لو حد محتاج دهن النعام موجود، لو حد محتاج زيت دهن النعام او دهان النعام موجود. المكان بتاعنا عطاره شيخ العطارين، جمصه، بجوار البريد. منطقه المروه بتاعتنا منطقه معروفه بجوار البريد. نشوفكم على خير في فيديو جديد من العشاب الصغير، والسلام عليكم ورحمه الله.